حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معايا وصفه حلوه قوي. انا شفتها للامانه، يعني شفتها على قناه، كانت شيف كانت طالعه عملتها وانا عجبتني الطريقه. البطاطا. احنا كنا الاول بنعملها ازاي؟ كنا بنسلقها في شويه ميه على البوتاجاز، نغسلها طبعا كويس جدا، بعدين بنحطها في شويه ميه ونقفل عليها شويه ميه صغيرين، يعني ربع كوبايه ميه كده، ونقفل عليها. تمام كده، تمام كده. الطريقه اللي هي عملتها دي عجبتني قوي، اللي هي ايه دي؟ جابت صينيه، سخنتها قوي، وكانت غاسله البطاطا كويس جدا، حطيناها في الصينيه من غير اي حاجه، بدون ميه بدون اي حاجه، رشينا بس عليها 3 4 معالق سكر. وبعدين هي قفلتها بورقه زبده، وحطت عليها فوق ورقه الزبده ورقه فويل. انا ما عنديش ورقه زبده، فانا اتصرفت طبعا، جبت غطا حل او غطا الصينيه ديت، وقفلتها وكمرتها. معنى كمرتها يعني قفلتها جامد، كتمتها عشان البخار ما يطلعش بايه، بورقه الفويل. تمام كده، تمام كده. بقيت ابص عليها من وقت للتاني، يعني دي كانت السكر فيها كرمل، هبتدي بقى ان انا اقلب فيها. شايفين يا جماعه السكر مكرمل فيها ازاي؟ والسكر مش ناشف، يعني انا اتفاجئت بصراحه يعني. طريقه حلوه وطريقه بسيطه جدا. و... وال... وال... والسكر لما تكرمل هيسكر بقى البطاطا، حتى لو البطاطايه معاكي عدبه او مش مسكره قوي، بيبقى في نوع بطاطا كده مش مسكر، الحركه دي هتسكر لك البطاطايه نفسها. تمام كده. انا بقيت بقى بقلب البطاطا من الوش ده للوش ده، الوش اللي تحت كان متكرمل هقلبها على الوش اللي فوق. يعني هي الطريقه ديت او دي خدت مني من نص ساعه، نص ساعه و5 دقايق. تمام كده، ما غابتش يعني في السوا بصراحه يعني. فانا كنت بقى بقلب فيها كده، ورجعت غطيتها تاني وكمرتها تاني، بقفل عليها كويس جدا عشان البخار ما يطلعش من الجناب. هنا رجعت تاني فتحتها، فتحت عليها الغطا زي ما انتوا شايفين معايا بالطريقه دي، مش ناشفه ولا حاجه ولا السكر نشف، لا بالعكس، السكر مكرمل معاها وطري، ومدي لون حلو قوي، ومدي طعامه ولذاذه كمان للبطاطا. هنا كنت انا بقلبها كويس قوي عشان تاخد برضو من الوش اللي تحت زي الوش اللي تحت. بقيت انا باخد بالمعلقه السكر المكرمل اللي تحت واحطه على البطاطايه من فوق. الحركه دي برضو حلوه قوي يا جماعه، انك تاخدي برضو من السكر المكرمل وتحطيه كده على ظهر البطاطا نفسها. ليه بقى؟ البطاطا بتشرب السكر نفسه. هنا بقى انا كنت بشوفها برضو مستويه ولا لا او ناشفه، بالعكس لقيتها طريه جدا لدرجه ان انا كنت خايفه لا تتكسر يعني. هنا برضو كنت قفلت عليها، رجعت برضو فتحت عليها. هنا بقى كانت دي اخر مرحله بقى يا جماعه. هنا بقول لكم خلاص بقت كويسه جدا، بقت حلوه. هنا بقى بدات ان انا اشيلها. شيلتها عامله ازاي؟ مش ناشفه ولا السكر ناشف، لا بالعكس ده حلوه قوي، واللون طالع حلو. انا هنا كنت بوريكم بقول لكم السكر من عامل ازاي، مش ناشف ولا لازق، لا بالعكس، والبطاطا مستويه. لا حلوه يا جماعه، الطريقه دي حلوه قوي قوي وعجبتني. هنا انا كنت بشيل السكر المكرمل واحطه وادهن بيه وش البطاطا، ولا بقى حطيناها في ميه، ولا رجعنا حطيناها في الفرن عشان تاخد وش، ولا اي حاجه من دي خالص. بالعكس الطريقه دي سهله جدا جدا جدا، وتسلم ايديها اللي انا يعني الشيف اللي انا شفتها معاها. يعني انا بصراحه يعني انا مش متذكره اسمها، بس بجد حقيقي تسلم ايديها. هنا انا كنت بفتح البطاطا من النص عشان اشوفها استوت ولا لا. فعلا استوت، واضح جدا ان هي ايه يعني عامله ازاي في السكينه. هنا فتحتها كلها، فتحت واحده واحده عشان اتاكد واشوف انها مستويه ولا لا. ودقتها برضو، يعني الطعم من جوه يعني حلو، مش البطاطا اللي هي المسكره العاديه دي، لا، ده الطعم الكرمله اللي فيها حلوه. لا يا جماعة بجد ما شاء الله الطريقة دي حلوة، اعتمدوها زي ما انا كده انا اعتمدتها. يعني ايه، انا على طول هعملها بالطريقة دي. هنا انا كنت باخد السكر المتكرمل واحطه على قلب البطاطا نفسه. وهنا كنت بقول لكم يعني قلبها عامل ازاي، مهري جدا او طرية جدا. حلوة قوي الطريقة دي، بدون مية وبدون فرن، يعني حلوة جدا جدا وسريعة في نفس الوقت. هنا بقول لكم يلا بقى باي باي.